وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان عاوزين نوصل 200 ألف مشترك في أسرع وقت. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ. بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة بعربية إسعاف داخلة منطقة، وبيجي واحد وبيسأل سواق الإسعاف العربية فاضية ولا لأ، فبيضربوا واحد اسمه ماري وبيسيبه وبيمشي. بعدها بنروح في بلد تانية وفي وقت متأخر بيخرج شخص من بيته، وأول ما بيركب الدراجة ومراته بتخرج وراه مش بتلاقيه. وفي المستشفى بيكون في شخص اسمه ماركو بيركب الأسانسير وتحت مش بنلاقيه ومفيش غير هدومه اللي موجودة. بعدها بيكون في دكتور اسمه بروش بيجري وبيتصل بيه واحد اسمه مورتي وبيعرفه ان في حالة في المستشفى ومحتاجينه، فبيطلب منه يخلي اهل الحالة تدفع 1,000,000 روبية. واثناء ما بروش بيجري بيجي وراه ماري اللي ضرب سواق الاسعاف وبيخفيه. فبنسمع من الأخبار إن في عمليات قتل غامضة للأطباء في بلد معينة، وبيجي أخبار للشرطة عن مكان القاتل، وبتروح الشرطة تراقب المكان بطيارات مراقبة، وبيدخلوا على واحد في بيته اسمه ماران وبيقبضوا عليه. وبنلاقي الناس اللي في الشارع بيحاولوا يمنعوا الشرطة تاخده وعندهم استعداد يتحبسوا بداله. وبيوصلوا على الاسم وبيدخل الضابط يحقق مع ماران، وبيبقى الضابط شاكك في ماران إنه إرهابي وقاتل وقائد مجموعة إرهابية، فبيبصله ماران وبنعرف من المشاهدة إنه ساحر. وبيبقى ماران في المطار وبيبقوا شاكين فيه وبيقبضوا عليه، وبيبقى معاه ماري اللي ضرب سواق الإسعاف. وأثناء ما بيفتشوا بيبقى في واحدة تابت في المطار وبيبقى عاوز يجري عليها ماران وينقذها، والشرطة بتمنعه وبيضربهم وبينزل يجري عليها وينقذها. في نفس الوقت بنعرف إن هو دكتور ورايح مؤتمر في لندن، وقتها بيعتذر له رجال الشرطة وبيعملوا له تحية العلم. وفي المؤتمر بيشغلوا تسجيل وبنعرف ان اهل بلده بيشكروا فيه جدا لانه بيبقى حاسس بيهم ومثبت الكشف على 5 روبية للناس كلها، والاطفال كمان بتتمنى انها تكون زيه في يوم من الايام. وبيبقى معاه دكتور اسمه ارجون في المؤتمر وبينادي عليه يقول كلمته، وبنلاحظ ان ارجون مش عاجبه كلام ماران. وبعد المؤتمر ما بيخلص بينادي ارجون عليه وبيستفسر منه على معلومات تخصه، فبيستغرب ارجون انه لسه ماران بيكشف ب5 روبية. وبتيجي واحدة اسمها بالفي وبتعتذر لأرجون لأنها اتأخرت على المؤتمر. وفي الفندق بيقابل ماران بالفي وبيبقى معاها مشكلة فلوس في الفندق، وبيروح عليها وبيعمل لها سحر وبيجيب لها الفلوس اللي هي عاوزاها، وبيقعدوا مع بعض وبتعرفوا على نفسها وبتبقى معجبة بيه. وأثناء ما هما قاعدين في الفندق بتدخل عصابة بتسرق الناس، وبيروح على بالفي وبياخدوا منها الخاتم بتاع مامتها، فبتعترض بالفي بس ماران بيخليها تديهم الخاتم. وبعد ما بيمشوا بيقدر ماران يرجع لها الخاتم بالسحر بتاعه، وبيرجعوا العصابة تاني لما مش بيلاقوا الخاتم وبيقدر ماران يضربهم. فبتفرح بالفي لما بتلاقيه خرج من شنطتها عصاية طويلة وبيضربهم بيها، وعشان يهرب منهم بيحط على نفسه ستارة كبيرة وبيختفي من المكان. فبنلاحظ ان ماران بيمشي وراه ارجون وبيروح ماران يخرج مع بالفي وبيغنوا وبيرقصوا وبيحكوا لبعض على تفاصيل حياتهم. بعدها بيروحوا كلهم يحضروا حفلة وبيبقى ماران الساحر فيها، فبيعمل ماران كل حركات الساحر وبيبقى عاوز يجرب على حد غيره، فالناس كلها بترفع ايديها بس هو بيختار ارجون. وبنلاقي ماران عمل عليه كل حركات الساحر. وفي حركة التابوت بنلاحظ ماران بيبص لواحد وبينزل السكينة على رقبة ارجون وبيقتله وبيختفي. وفي المطار بينزل واحد اسمه دانيال من الطيارة وبيروح على الحفلة، وبيبقى الضابط موجود وبيقول له اللي حصل. بعدها بيرجع ماران على بلده وبيبقى أهل منطقته كلهم منتظرين وبيحيوه. في نفس الوقت بيجي وزير الصحة وبيشكره على اللي عمله في المؤتمر وبيغنوا وبيرقصوا. وبنروح لواحدة اسمها تارا وبتكون مذيعة وبيطلبوا منها تروح تاخد ميعاد من ماران يجي البرنامج بتاعها. فبتروح تارا وبتلاقيه بيلعب كورة ومش بتكون عارفة ان هو الدكتور، وبتاخده وبتشربه عصير وبيعرفها انه هيبلغه بالميعاد. وبتتفاجئ لما بتلاقيه راح لها البرنامج وبيعرف أصحاب القناة إنها مهذبة جدا وطريقة مقابلتها مميزة. وبيبدأ البرنامج وبتشهره إنه طبيب ال5 روبية. وبعد البرنامج بتطلب ترى منه تقابله لوحدهم، فبيرفض ماران بس هي بتعرفه إنها هتجيب له عصير من اللي بيحبه لو وافق. وبنلاحظ إنها معجبة بيه وبيتقابلوا وبتعترف له بحبها وهما بيغنوا وبيرقصوا.
وكمان بيروح ماران يخطبها. بعدها بيكون ماران قاعد في غرفة السحر بتاعته وبيجي ماري وبيفكروا بعمليات الخطف بتاعتهم. وبنرجع لماران مع الضابط وبيطلب منه الضابط يكمل الحكاية. فبيرجع تاني ماران بذكرياته وبنشوف واحد اسمه تينا بيكون سواق وبيوصل بنته اسمها بو للمدرسة. واثناء ما بو بتعدي الطريق عربية بتخبطها فبيطلعوا عربية الاسعاف وبيجروا بيها على المستشفى وبيبقى ابوها حزين عليها. وهم في الطريق بيتصل عليهم الدكتور الكبير وبيخلوهم يودوها المستشفى بتاعته. ولما ابوها بيعترض على المستشفى لانها بعيدة بيعرفوا ان خلال 10 دقايق هيوصلوا. فبيكشف عليها بروش وبيعرفهم انها هتموت سواء دخلت العمليات او لا. فبيصمم الدكتور على دخولها غرفة العمليات وبيطلبوا من ابوها فلوس كتيرة جدا. وبيبقى تينا مش معاه وبيروح يبيع دهب مراته علشان يعالج بنته. واول ما بو بتدخل العمليات بتموت وبيرفض الدكتور يخرجها من المستشفى غير لما يدفعوا باقي الحساب. فبنلاقي امها جريت على الشباك ورمت نفسها منه وماتت. وبنلاحظ ان الناس اللي ماران خطفهم هم السبب في موت بو. وبنرجع لماران مع الضابط وبيعرفوا ان اصحاب المستشفيات مش بيحسوا بالناس وبيدوسوا عليهم وبيعرفوا على مكان الناس اللي خطفهم. كمان بيعرفوا ان فاضل لهم نفس ال10 دقايق يا يلحقهم يا اما لا. فبيجروا الشرطة وبيخرجوهم من البحر في صناديق وبيلاقوهم ميتين في الصناديق. وبنلاحظ ان بروش لسه عايش واول ما الصندوق بيتفتح عليه بيموت فورا. وبتتصل الشرطة على الضابط وبيبلغوا انهم لقوهم ميتين. فبيقعد الضابط يضحك هو وماران وبيعرفوا انهم ماتوا في نفس ال10 دقايق. وبنكتشف ان الضابط متفق مع ماران على كل اللي بيحصل. وبعد كلام بينهم بنروح لدانيال وهو عامل اجتماع وبيتكلم على السواق وسبب موت بو. وبيدخل الجرسون وبيبلغوا ان دكتور الخمسة روبية في برنامج. فبيفتح دانيال التلفزيون وبيسمع ماران وهو بيقول ان عنده اصابة في راسه من وهو 5 سنين. وبسبب الإصابة دي ماران ناسي كل حاجة في حياته. فبيفتكر دانيال الطفل اللي عنده إصابة في دماغه. وكمان بيفتكر واحد اسمه فيتراي وبيكون أبو ماران وبيسأل عليه وبيعرف اسمه وبلده وكان في مؤتمر مع أرجون. فبيبص دانيال لواحد اسمه كاسي وبيروح كاسي ومعاه رجالته لماران البيت وبيعرفوا إن في حالة تعبانة ومحتاجينه. فبينزل معاهم ماران وبينزل كاسي من العربية وبيضربوا يوقعوا على الأرض. وبيوقفوا كاسي ورجالته واول ما بيقف بيضربوا على دماغه. وبيتصلوا على دانيال فيديو وبيفرجوه على ماران وهو بينضرب. وبيأمرهم دانيال انهم يقتلوه ويتخلصوا منه. فبيطلع كاسي مطرقة وبيجي يضربه في دماغه. بنلاقي سن المطرقة جه في وش واحد من العصابة. فبيرفع كاسي المطرقة تاني وبيجي يضرب ماران بتطير من ايده. وبنلاحظ ان ماران عمل السحر بتاعه وظهر بواحد تاني. وبيبدأ يضرب كاسي ورجالته وبياخد المطرقة وبيضرب بيها كاسي ورجالته. وبيجي واحد بيشيل ماران وبيمشي. وبنرجع لماران مع الضابط وبيبقى مصدوم من اللي هو بيحكيهوله. وبيكون الضابط عاوز يعرف فين الشخص التاني فيتراي. فبيكتب له ماران على المكتب وبيشاور له بايده على اللي كتبه. وفي نفس الوقت بيتصلوا عليه الشرطة وبتبلغ الضابط ان ماران موجود في مخزن. فبيستغرب الضابط وبيسأله اذا كان ماران في المخزن امال مين اللي قاعد قدامه. فبيرد عليه وبيعرفه ان اسمه ماران هو الساحر. وبيخبط على ايده وبيخلع الكلبشات وبيلبسها للضابط. فبيحاول الضابط يفك نفسه بس ماران بيشاور له وبيخليه يقعد. وبيعرفه ان دي البداية ولسه هيشوف منه. وبتبقى تارا قاعدة قدام التلفزيون وبتسمع الاخبار عن ماران الساحر. وبنلاقي تارا مصدومة من اللي بيحصل وبتقوم تحضر لنفسها مشروب. فبيظهر لها ماران وبيعمل سحر وبيشيل الكوباية من قدامها. فبتسأله تارا هو عاوز ايه منها. وهو بيعرفها ان عمره ما اذى حد في حياته والأول مرة يحس بالذنب لما هي بتزعل منه لما هو استغلها في البرنامج. فبتروح تارا تمسك تليفونها وعاوزة تبلغ الشرطة. فبيقدر ماران ياخده بالسحر وبيطلب منها تديله 15 دقيقة يشرح لها فيهم هو ليه بيعمل كده. بعدها لو عاوزة تتصل على شرطة تتصل براحتها. وبيحكي لها وهو بيبكي ان هو بيهدم النظام الفاسد وبيطهر المجتمع من الفاسدين. وفي خلال ما هيطهر المجتمع من الفاسدين يا اما يرجع او مش هيرجع.
وقبل ما يمشي بيعترفوا بحبهم لبعض وبيبكوا. وبيرجع ماران على بيته وبتتصل بيه تارا وبتطلب منه انها تقابله. واثناء ما بتبقى تارا في طريقها لماران بيقابلها مجموعة بنات وبيطلبوا منها توصلهم للجامعة. فبيخبط الباب بتاع ماران وبيروح يفتح ومفكر انها تارا، فبيلاقيه دانيال وبيعرفه على نفسه. وكمان بنعرف انه رئيس مجموعة مستشفيات كبيرة في البلد. وبيسأل دانيال على الساحر وبيعرفه ماران ان هو بلغ الشرطة بكل حاجة. فبيعرفه دانيال ان هو خطف امه وبيتصل عليه واحد من رجالة دانيال وبيخلي امه تكلمه. بعدها بتتصل عليه تارا وبيشوف ان مجموعة البنات اللي كانت بتوصلهم كليتهم بيهددوا بالسلاح على رقبتها. وبيبقى ماران عاوز يجري وينقذها، لكن بيوقفوا دانيال وبيسأله هو مين فيهم، الساحر ولا الدكتور. فبيتعصب عليه ماران وبيبقى عاوز يضربه. وبيفكروا دانيال ان امه وحبيبته تحت ايده وهيندم لو عمل فيه حاجة. وبيهددوا دانيال انه لو معرفوش على مكان الساحر هيقتلوه. وقبل ما يمشي دانيال بيعرفوا ان المرة دي هيرجع امه وتارا، بس المرة الجاية مش هيرجعوا. واثناء ما بيبقى ماران وامه وتارا بيتكلموا بيجي الراجل اللي ضرب سواق الاسعاف يخبط عليهم. وبيفتكر ماران الراجل وبيراقبه من الشباك. بعدها بيروح الضابط عند واحد اسمه سليم ساحر كبير. وبنعرف من الضابط ان سليم اعظم واكبر ساحر في الهند، والعظمة لله طبعا. المهم بيعترض سليم على كلام الضابط وبيعرفه انهم اكبر 2 في الهند، هو وابنه ماران الساحر. ولما بيسألوا الضابط على ابنه بنروح لماران مع الشخص اللي ملازمه وبيدخل يضرب ماران الساحر. وبيفضل ماران يضربه وبيبقى عاوز يعرف هو مين. فبيصرخ فيه الشخص وبيقول له قبل ما تسأله هو مين فتش في بطاقتك الاول. وبنرجع لسنة 1979 وبيكون في مهرجان كبير والناس فرحانة جدا. وفي أثناء المهرجان ما بيبقى شغال بينزلوا الرجالة يتقابلوا مع بعض للمصارعة بالفلوس. فبتيجي واحدة اسمها إيسو وبتكون حامل في شهرها التاسع وبتحط فلوس للجنة. وبتعرف اللجنة ان جوزها الرئيس الكبير هو اللي هينزل يصارع. فبيدخل الرئيس يقابل المصارع وبينضرب في الاول. واثناء المصارعة بتتعب إيسو من التشجيع وبيجي وجع الولادة. فبياخدوها الناس وبتروح تولد، ونفس الوقت جوزها بيكسب المصارع. وبيفرح الرئيس وبياخد ابنه وبيبكي وبيغنوا وبيرقصوا. بعدها بيركب الرئيس وإيسو القطر وبيروحوا على بلادهم. وفي بلادهم بيحتفلوا بالمولود وبيعملوا عيد الألوان بتاعهم وبيغنوا وبيرقصوا. وبعد فترة بتيجي ناس وبتكون عاوزة تاخد أرض المعبد بتاعهم ويبنوا عليها مصنع. أهل البلد بتعترض وبيبعتوا يجيبوا لهم الرئيس. فبيجي الرئيس وبيضرب الناس اللي عاوزة تعمل المصنع كلهم. وبعدها بيرجع الرئيس على بيته وبتبقى إيسو زعلانة منه. فبيفهمها الرئيس اللي حصل في المعبد. وبيروح الرئيس وبيعمل اجتماع مع أهل البلد وكل واحد فيهم بيقترح مشروع يعملوه على الأرض بتاعة المعبد. فبيقرر الرئيس يلم منهم فلوس ويعملوا الأرض معبد كبير في البلد. وبيعمل الرئيس المعبد وبتبقى الناس كلها فرحانة. وهم بيحتفلوا في المعبد بتيجي إيسو وبتعرف الرئيس إنها حامل للمرة التانية. وأثناء ما بيحتفلوا وفرحانين بيلاحظوا إن المكان النار مسكت فيه. بيجري الرئيس على المكان وبيحاول يطفي فيه، وكل واحد بيمسك جردل المية وبيطفي. وفي نفس الوقت بيجري الرئيس يركب عربية ويوقف المرجيحة اللي فيها الناس والولعة قريبة منهم. وبيحاول الرئيس يوقف الولعة، لكن بنلاحظ إن الولعة مسكت في كل حاجة ومسكت في مجموعة من أطفال البلد كمان. ولما بيجروا بيهم على بلد تانية جنبهم علشان يعالجوهم بيكونوا الأطفال خلاص ماتوا. فبيندم الرئيس والناس بتصرخ وبتبكي في المستشفى. وبيرجعوا على بلدهم وبتقترح إيسو إنهم بدل ما بيبنوا معبد يبنوا مستشفى يعالجوا الناس فيها. والناس بتعرفها إن مفيش فلوس في البلد يعملوا مستشفى. وهنا بتقرر إيسو تقلع دهبها، وحريم البلد كلهم بيقلعوا دهبهم وبيتبرعوا بيه لبناء المستشفى. وفي افتتاح المستشفى بنلاحظ ان الدكتور اللي مسكها هو دانيال ومعاه أرجون. فبينزل دانيال وبيروح لأرجون وبيبقى معجب ومذهول من جمال المستشفى. وبتنادي عليه إيسو وبتعرفه على الرئيس ان هو اللي أنشأ المستشفى. وبيختار دانيال من بين الناس إيسو هي اللي تقص الشريط بتاع الافتتاح. فبتقص إيسو الشريط وبيدخلوا المستشفى. وبيطلع دانيال وبيعرفهم ان الكشف ببلاش لمدة 3 شهور. وبعد ال3 شهور هيخلي الكشف 5 روبية بس.
وكمان بيعشمهم ان هو هيكبر المستشفى لمجموعة مستشفيات كبيرة في لندن. فبيطلب دانيال من الرئيس يطلع يقول كلمته لأهل بلده، وبنلاحظ ان الرئيس والبلد كلهم فرحانين بوجود دانيال معاهم في البلد، وبيبقى عندهم امل كبير في دانيال انه ينقذ الناس في البلد من الامراض. وهم خارجين بيبلغ دانيال ايسو انها هتولد عندهم في المستشفى، وبيطلبوا من الرئيس معدات في المستشفى علشان يقدروا يصدروها لندن. فبيستغرب الرئيس من كلامهم، لكن ارجون بيقنعه يلم فلوس من اهل البلد باسم التبرعات للمستشفى. وبعد ما بيخلوه يمضلهم على قرارات ياخدوها لوحدهم في المستشفى، بيطلب منهم الرئيس يوعدوه انهم هيعالجوا الناس بأحدث الآلات والمعدات. فبيوعدوا دانيال وبيخليه يمضي على العقود. وبنلاحظ ان المستشفى الناس اتكترت عليها وبيبقوا فرحانين انهم بيتعالجوا وبقى عندهم مستشفى في البلد. وكمان بنلاحظ الناس بتروح تشكر الرئيس ودانيال على وجودهم معاهم، لان اهاليهم بتخف بالعلاج والفضل بيرجع لدانيال والرئيس. وفي بيت الرئيس وهو قاعد مع ايسو وبيتكلموا، بتعرفوا ايسو انها نفسها يبقى في مستشفيات في جميع انحاء بلاد الهند، وبتتمنى ان ابنها ماران هو والطفل اللي في بطنها يبقوا دكاترة كبيرة زي دانيال ويعالجوا الناس. واثناء ما بيتكلموا بتتعب تعب الولادة، وبيجري بيها الرئيس على المستشفى، وبيدخل ارجون يكشف عليها وبيروح لدانيال وبيبلغه على حالتها. فبيقرر دانيال انه يبلغ الرئيس ان ايسو هتولد قيصري. فبيستغرب ارجون وبيأكد له ان حالتها مش محتاجة كده. فبيعرفوا دانيال ان الطب مش خدمة، الطب هيكون اكبر تجارة في التاريخ، لان الولادة الطبيعية يوم وهتخرج، انما الولادة القيصرية المريضة بتقعد في المستشفى على الاقل 10 ايام. وبكده هتبقى المصاريف اللي داخل المستشفى بتكتر وبتزيد. وهيطلقوا على دكتور الخمسة روبية اكبر خبير في البلد. وبيرسم دانيال لنفسه وبيحكي لأرجون انه هيبقى عنده مجموعة مستشفيات خاصة، وهيخلي المرضى هم استثمارهم في البلد. وعشان الناس واهل البلد يقتنعوا بالولادة القيصرية، لازم مرات الرئيس بتاعهم تكون اول واحدة تولد قيصري. وبيخرج دانيال يقنع الرئيس ان ايسو هتولد قيصري علشان الحبل السري ملفوف حوالين رقبة الجنين. في نفس الوقت بيكون ارجون بيحاول يقنع ايسو انها تولد قيصري. ولما ايسو مش بتقتنع بيدخل دانيال وبيخوفها وبيعرفها انها لو ما وافقتش على الولادة القيصرية الجنين هيموت، لان الحبل السري ملفوف حوالين رقبة الجنين. وبيبلغها ان الرئيس وافق على الولادة القيصري ومضى على الورق. وبنلاحظ ان ايسو خايفة من الولادة القيصري لانها هي بتبقى اول تجربة، لكن في النهاية بتقتنع وبيطلب دانيال من أرجون يديها حقنة التخدير. وأثناء الولادة بيقعد الرئيس يحكي لابنه على قصة حبهم لبعض هو وإيسو. ولما إيسو بتولد بيكتشف أرجون إن الطفل نزل ميت، فبيسأل دانيال على كمية المخدر اللي أرجون اداها لها. وبنكتشف ان جرعة البنج اللي أرجون اداها لإيسو كبيرة جدا وتسببت في موت الطفل. وبنلاحظ إيسو بتبكي وهي في غيبوبة وحاسة وسامعة بكل حاجة حواليها. فبنلاقي دانيال بيطلب أرجون انه يبلغ الرئيس ان الولد نزل ميت بسبب نزيف حاد في المخ. فبنلاحظ ان إيسو لما بتسمع كلامهم بيجيلها حالة تشنجات شديدة. وبينادي دانيال على كاسي. في نفس الوقت بيجري ماران من أبوه على غرفة العمليات، والرئيس بيجري وراه وبيدخلوا. وبيشوفوا إيسو في حالة التشنجات. وبيدخل الرئيس وبيبلغوا انهم خدعوهم، وبتبص على ابنها وبتموت. فبيبكي الرئيس عليها بقهر وبيصرخ وبيطلب منها ما تسيبوش لوحده. وبيبقى أرجون واقف وبيروح الرئيس يرفع عليه المقص وبيبقى عاوز يعرف عملوا ايه في إيسو. فبيبلغوا أرجون ان دانيال هو السبب في كل حاجة. وبيخرج الرئيس وبيدور على دانيال بعصبية وبيبص من الشباك وبيلاقيه هرب بعربيته. فبيطلع الرئيس ومعاه ابنه يقف قدام المستشفى وبيفتكر ذكرياتهم. فبيلاقي ازازة جت في دماغ ماران وهو شايله والولد مش بينطق تاني. وهو واقف بيلاقي الازاز بيتحدف عليه من كل ناحية. فبيدخل بابنه تحت عربية وبيلفه في شوال خيش وبيحطه على عربية. وبيخرج كاسي ورجالته علشان يضربوا الرئيس، لكن الرئيس بيقدر عليهم وبيضربهم. بس بيجي كاسي وبيضربه بالسكينة وبنلاقي الرئيس قطع له ايده بالسيف. وقتها بيظهر دانيال وبيتكلم معاه بكل هدوء وبيعرفه ان هو كان السبب في الحريق اللي حصل لهم في المعبد. فبيرد عليه الرئيس وبيعرفه ان هو هيدفن الحقيقة دلوقتي،
لكن قدام في 2 هينتقموا منه وبيقع يموت. وبنرجع للظابط مع سليم وبيعرفوا انه كان في مسرح من 27 سنة ولقى ماران في طريقه وخده وعلمه السحر. وبنروح لماران والشرطة بتيجي تقبض عليه وبتبقى طارة معاهم، وبيختار دانيال ان هو يتعامل مع ماران الساحر، وبيطلب من ابن اخوه يتعامل مع ماران الدكتور. وبيروح دانيال على الشرطة وبيدخل الزنزانة لماران وبيهدده بالقتل. وبيتصل دانيال على ابن اخوه وبيطمن عليه. في نفس الوقت بيدخل ماران الساحر بيضرب ابن اخو دانيال، وبيفكروا انه هددهم بقتل امه وتارا، وبيعرفوا انه هيقتل ابن اخوه. فبيصرخ دانيال علشان ابن اخوه، وبنلاقي ماران الساحر عوره في ايده، وبيجري ابن اخو دانيال منه وبيركب عربية. وبنلاحظ ان سواق العربية ابو بو اللي كان دانيال السبب في موتها، وبيطلب منه يوديه على اقرب مستشفى. وبياخده السواق وبيعرفه هو عارف هيوديه لفين. بعدها بيروح دانيال على مكان السحر بتاع ماران ومعاه رجالته، وبيدوروا على ابن اخوه، وبيلاقي الازاز بيتحدف عليه من كل ناحية. وبيخرج ماران الساحر وبيضرب في دانيال ورجالته، وبيشيل دانيال وبيطيره بعيد وبينزل بيه على الارض. فبيقوم دانيال وبيمسك ماران الازازة وبيضربه بيها على دماغه، فبيجري منه دانيال. وفي نفس الوقت بتدخل عربية وبيكون فيها كاسي وبيضرب ماران وبيوقعه على الارض. فبيفرح دانيال وبيشكر كاسي، وبيفتح كاسي العربية وبيرميله ماران الدكتور على الارض. فبيسقف له دانيال وبيبقى فرحان ان كاسي خلص عليهم هما الاتنين. وبيقوم ماران الدكتور وبيحاول يضرب دانيال، لكن دانيال بيهدده بالقتل هو واخوه الساحر. فبيروح ماران على الساحر وبيحاول يفوقه من ضربة العربية. بعدها بيقوم ماران وبيضرب كاسي وبيخلص عليه. وبيقوموا ماران الدكتور والساحر على دانيال. وقتها بيفتكر دانيال كلام الرئيس ان الاتنين بياخدوا حقه، وبيمسكوا ايد بعض وبيضربوا دانيال وبيكتفوه وبيحطوه تحت آلة وبيخلصوا عليه. وقدام المحكمة بتروح اهل البلد وبيهتفوا بخروج ماران الساحر وبيطالبوا باطلاق سراحه. فبيخرج ماران وبيشوف تارا واقفة معاهم وبيتكلم معاها على افعال دانيال الدكتور الفاسد، وكمان بيعرفهم ان هو طهر لهم البلد من الفساد اللي فيها وتخلص من القتل ابوه علشان الفلوس. فبتفرح تارا بكلامه، وبيدخل ماران السجن وبيسمع في التلفزيون عن حادثة جديدة. فبيرفع الجورنال وبيغطي نفسه وبيبقى في واحد بيكلمه. فبيلاحظ الشخص ان الجورنال واقف في الهوا وبيشيله، مش بيلاقي ماران موجود وسطيهم. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهاية حكايتنا الممتعة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناة. خلينا نوصل 200,000 مشترك في أسرع وقت. سلام.